ناس أول ما تدخل أي مكان كل العيون تتلفت عليهم. ليه؟ عشان عندهم حاجة اسمها كاريزما، وعشان كده هقولك إزاي تبقي واحد منهم. أولاً، ابعد عن إنك تحاول تعجب الكل. أكتر حاجة بتقتل الكاريزما إنك تبقي بتحاول ترضي الناس كلها. الكاريزما الحقيقية بتيجي لما تبقي مرتاح مع نفسك. لو كل شوية بتقول طب أقول إيه؟ أتصرف إزاي؟ هيقولوا عليا إيه؟ ده بيبان جدا في لغة جسمك وصوتك، وبيخليك متوتر. فأول خطوة تقبل نفسك زي ما انتي. ثاني حاجة، لغة الجسد بتتكلم قبلك. في ناس بتدخل المكان قبل ما تتكلم، حضورها لوحده بيشد. ارفع ظهرك، بص في عينين اللي قدامك، وامشي كأنك واثق أن ليك مكان في الدنيا. حتى لو مش حاسس بده جواك، تظاهر بيه، ومع الوقت هتحس بيه بجد. ثالث نقطة، اسمع أكتر ما تتكلم. الشخص الكاريزما مش دايما هو اللي بيقول كلام كتير، ده اللي بيخلي الناس تحس إنهم مهمين وهو معاهم. اسأل، ركز، اسمع باهتمام، وده هيخلي اللي قدامك يرتاحلك أكتر ويحس إنك مختلف. رابعاً، خلي صوتك عنده نغمة مميزة. الناس الكاريزما صوتهم بيشد، مش لازم يكون عالي أو قوي، بس فيه طريقة معينة في الكلام. هدوء كتن وضوح كتن تعبير. يعني لما تتكلم حسي بالكلام اللي بتقوله، ما تتكلمش بسرعة ولا ببطء ممل. خلي صوتك واثق مش متردد. وأخيراً، خلي عندك شغف. الناس بتنجذب للي عندهم طاقة، حتى لو بتتكلم عن حاجة بسيطة، بس لما يبقى باين عليكي إنك بتحبيها ده بيأثر جداً. الشغف معدي، ولما تكون حقيقي ومتحمس الناس هتحس بده وهينجذبوا ليك تلقائياً. الكاريزما مش موهبة، دي مهارات بتتعلم. وطالما أنت بتسمع الفيديو ده يبقى أنت فعلاً بدأت أول خطوة. جرب النصايح دي وشوف الفرق بنفسك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب علشان توصلك فيديوهات أكتر زي ده. سلام.